بصوا يا جماعه، اللي عايز يبقى ترند النهارده في مصر ما يبقاش مجتهد وما بيبقاش شغال وما يبقاش راجل بيساعد حد ولا الكلام ده كله. لا، الحسبه بسيطه خالص. هات ورقه وقلم وانا اقول لك ازاي ان انت تبقى ترند في مصر. الترند في مصر هو الواحد اللي بيعمل فضيحه. يعني انت مثلا انت عايز تبقى ترند والناس تتكلم عنك وتبقى قضيه راي عام. انا اقول لك على المقادير بحسبه بسيطه خالص. انت تروح تجيب كلب ب 25000 جنيه، وهتجيب عيل غلبان من ولاد الناس الغلابه اصحاب القدرات الخاصه، وهتسلط عليه الكلب لمده 60 ثانيه. هتعمل تيك توك. انت طبعا الناس كلها هتدور وتقول لك حسبي الله ونعم الوكيل، وانت بالظبط بعد ما هتخلص الفيديو بتاعك هتكتب تحت الفيديو حسبي الله ونعم الوكيل، وهتنشر الفيديو ده في 30 40 جروب. انت هتبص تلاقي القضيه بقت راي عام، والناس كلها بتدور على حسبي الله ونعم الوكيل. مين اللي بيعذب واد من ذوي الاحتياجات الخاصه وبيسلط عليه كلب من الكلاب البوليسيه او الكلاب اللي هي الغاليه شويه. لكن انت طبعا انت النهارده واحد غلبان وشغال وفي حد صورك، هتبص تلاقي الفيديو بتاعك بيعدي مرور الكرام كده ولا حد بيدور عليه. فما تتعبش نفسك. فالمجتهد في البلد ما يحاولش ان هو يطلع نفسه ترند، لان انت مش هتطلع ترند. انت طبعا انت في عندك السمك ب 25 جنيه والفسيخ ب 120 جنيه. هل انت السمك ابو 25 جنيه ده ترند ولا الفسيخ ابو 120 ترند؟ الفسيخ ابو 120 ترند. اللي حصل بالظبط ان الناس نجمت ناس وهم اصلا مش ناس، وهم اصلا مش بني ادمين. يعني القصه بدات من اول اللي حموده بيحب هنومه وراح عامل لها اليافطه في الشارع، والناس كلها عملته ترند واصبح حديث للساعه، واليوم السابع نشرت وفي ناس استضافت حموده وانت بتدور على هنومه فين. وفي ناس عايزه تعمل نفسها ترند، فهي بتنشر صوره بنتها وتقول لك البنت دي اتخطفت والبنت دي تجار الاعضاء خطفوها، فهاتوا لنا بنتنا وحسبي الله ونعم الوكيل في الامن والامان اللي مش في البلد. هو ده الترند، هو ده اللي احنا شغالين عليه. عايز تبقى ترند يبقى انت لازم تبقى تعيش قصه حياه حمو بيكا، ان انت تبقى النهارده تقول اي كلام وناس تصورك وناس تضحك وتقوم نشرها على اليوم السابع. برضه هتلاقي اللي بيستضيفك وائل الابراشي، هتلاقي عمرو اديب بيستضيفك، هتلاقي الدنيا كلها بتستضيفك. هو ده الترند اللي شغال في مصر. لكن انت دلوقتي يقول لي في واحد عمره طلع مثلا ساعد ناس غلابه والناس عملته ترند. حتى لو هتعمله ترند هتعمله يوم، لكن حمو بيكا بيشتغل معانا الترند بتاعه بيشتغل بتاع 24 يوم 25 يوم. هتقولي طب ما هو في ناس اجتهدت زي الدكتور مشالي، اقول لك هو ده ربنا كاتب له ان هو قبل ما يموت يتكرم وان الناس تشوفه. لكن انا من يوم ما اتولدت، انا عندي 41 سنه، انا بشوف الدكتور مشالي وعارفه، وانا صغير رحت الاهلي كشفوا عليا عنده. بس بقى ترند امتى؟ بقى ترند لما كانت الساحه فاضيه ومش لاقيين حد يتكلموا عليه، فقاموا ناشرين وقاموا الجماعه اصحاب الترند نشروا صورته وقالوا كرموه، الرجل ده رجل الغلابه وب 10 جنيه وغلبان والكشف بتاعه كده. فهو ده الترند في مصر. الترند في مصر اعمل حاجه وحشه هتبص تلاقي تنتشر انتشار ملوش حل وهتعمل لك احلى شغل. زي بالظبط الواد بتاع كفر الشيخ بتاع امبارح اللي طلع وعمل مشهد تمثيلي بالعربيه ونادى على السماح اللي في الدور الرابع واهلها ردوا وقالوا وكان يوم كاتب كتابها والسماح بنتكم انا اعرفها من 4 سنين، وعمل مصر ترند. هي ده الترند. ترند الفضيحه. اعمل فضيحه في مصر وانشرها على التيك توك لمده 60 ثانيه هتلاقيها ترند تتكلم عليه مصر 30 يوم. لكن انت عامل حاجه كويسه صدقني محدش هيتكلم عليك ولا حد هيشوفك اصلا. يا بلد الترند.